اغنيه لام كلثوم ما غنتها كتبها كامل الشناوي اذا ذكرني بيها. وش كلام؟ نعود وياكم مشاهدينا الاعزاء ونكمل حلقه اليوم من ويكند. واحنا عودناكم كل اسبوع ان يكون لنا لقاء مع واحده من الشخصيات الثقافيه او العلميه في ولايه كاليفورنيا وتحديدا في سان دييغو. واليوم ضيفنا غير شكل. غير شكل. غير شكل. غير شكل. ضيفنا طبعا احنا غيرنا المكان، انا ما هذا تشوفوه أيه. يعني مكاننا بالقوة قومته. اي انا احب هذا الكرسي. الدكتور راح ندخله ضمن هذا النقاش. كيدورنا عظيم يعني. الدكتور نزار الدليمي، الشخصية الأكاديمية، الشاعر، الأديب، المبدع، المهندس، الطيار، الحبيب، العاطفي، الرومانسي، ايش تحكون عنه هو بيبي. دكتور نزار الدليمي اهلا وسهلا بك في ويكند وسعيدين جدا. طبعا بعد مشاهدينا بعد عناء طويل، بعد عناء طويل ومواعيد وهاي يلا قدرنا نقعد ويا الدكتور نزار الدليمي. اريد نقول لك اهلا وسهلا بك، بس انت رحب بينا بس بقصيده شعر. وتشرفنا يعني وجودك شرف لنا. صباح الخير. شكرا جزيلا. عاده انا ابتعد عن الكاميرات طول عمري، لذلك كنت انا بعيد يعني. خاف؟ لا مو خوف، هو ما ادري يعني ربما يعني كل واحد يريد يظهر على الكاميرا دائما المرة ما تقبل دائما. لا 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 لا. ليش دكتور؟ واثق الخطوة يمشي مع انه يعني دائما الناس تحب الشهرة، تحب تظهر، تحب مو شرط يعني اكو ناس يبتعدون عن الميكروفون والشهرة لان ربما عاجبهم هالشكل. يعني ما نقدر نعرف ليش. لا عاجبني انه ما اكون دائما اظهر في كل مكان انا قلت دكتور نزار شاعر واديب ومهندس وكاتب. انا اعرف انه انت هندسه ميكانيك، كنت ايضا طيار فتره معينه بالطياره. الانتقاله الكبيره ما بين هذا الجو والجو اللي انت بيه الان كاستاذ في كليه كيوماكا، استاذ اللغه العربيه وشاعر وكاتب وأديب وهذه الأمور الثقافية. أما قصة شلون أنا مهندس وصرت شاعر وأديب وأدرس اللغة العربية فلها قصة. أي. كنت أدرس الدروس الهندسية في كلية كيوماكا، وفي يوم من الأيام أرسل علي العميد اللي تفضل اجلس يا ستار شك، وقلت له اللي أنت وين خاتل عنا؟ ليش؟ قال لي إحنا مهندسين عندنا وأساتذة رياضيات وفيزياء وكيمياء ومش عارف كله عندنا، بس مدرس لغة عربية متقدم ما عندنا. قلت له منو قال لك؟ قال لي الجالية تحكي عليك وسمعنا الأخبار عنك. إيه. فأرجوك أن تتحول إلى قسم اللغة العربية وقسم اللغات. فأنا أدرس اللغة العربية المتقدمة وأدرس حضارات إنسانية، تاريخ، والحضارة العربية والإسلامية في نفس الوقت في كلية كيوماكا في سان دييغو. أما قصة الطيران فهي هواية. كانت جمعية الطيران طائرات من الحرب العالمية الأولى، وكانت موجودة في مطار بغداد اللي سموه في بعد مطار المثنى. نعم. كنت أستمتع بالطيران، يعني رجلي يعني جديات كنت أستمتع بالطيران، وهي هواية لطيفة. حبها. وفي أحد الأيام ذهبت مع العزيزة لميس زوجتي قبل أن نكون مخطوبين، وكان يوم جمعة، وأخذتها بالطائرة وطرنا من مطار المثنى إلى الكاظمية، ورجعنا مع نهر دجلة المتعرج إلى القصر الجمهوري. وحول القصر الجمهوري بدينا ننزل، ونزلنا في مطار المثنى، ونزلت فتحت لها الباب ومديت ايدي ونزلتها، ونافخ نفسي مثل الطاووس كاشخ صغير، شاب صغير. وبدينا نتمشى. قالت لي شوف دا اقول لك، لو اني لو هي، ما عندي انا غيرك. منو هي؟ منو قال لي انا عندي وحده غيرك؟ قلت لي لا هي. منو هي؟ قلت لي هاي اللي ورانا طائره ماكو غير طائره. قالت لو اني لو هي. اي. من استفزها مرات ومن امزح وياها اقول لها والله انطيتيني انت، يعني اعطيتيني الخيار دائما بحياتي، بس يعني ما ادري
استعملته بالصوره الحقيقيه لو لا بالجيده لا ما صح ادري. لو مو صح؟ ما ادري يعني ما اعرف بعد لسه. مرور هاي السنين. لا طبعا انه انا خياري كان جيد في اختيار أكيد. شريكه حياتي، زين. وانا سعيد بذلك. انا حسب معلوماتي انه انت خطبتها بثلاث ابيات شعر. هو في اليوم قلت للناس تخطبوا بذهب والماس، انا ما عندي ذهب والماس. مم. انا طالب واريد اروح ادرس بالخارج اكمل دراستي. قالت لي اجي وياك. قلت لها وين صعبه واحد ياخذ واحد وياه، بس يلا اذا تردين. قالت لي ايش عندك اذا ما عندك ذهب والماس؟ قلت لها اسمعي راح اسمعك كم بيت. قلب وبقايا من ذاتي اهدي لعين مولاتي، بعيون ساحره شغلت فكري وأذابت آهاتي، ضربات فؤادي توجعني خوفي من تلك الدقات، الله. خفقات الحب مسرعة تتناغم فيها نغماتي، بغدادي أنت بغدادي يا دجلة أنت وفراتي، الله ما كنت عبدا في يوم لكني اليوم لمولاتي. الله 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 الله. هذه وبقت مولاتك. فكانت مولاتي وبقت مولاتي وشايخة عليها. دكتور نزار، أنا التقيت وياكي مرة واحدة قبل هذا اللقاء، وكان لقاء كلش قصير، بس ما أعرف ليش صار عندي حب كلش، يعني فضول كلش يعني قوي إنه أعرف هواي أشياء عنك. يعني نقدر نستغل بعض الأشياء إحنا بهذا البرنامج تفضل. مباشرة. شلونك بالبيت؟ شلونك ويا الزوجة والأطفال شلون الحياة؟ يعني صار لك ايش قد متزوج؟ أنا تزوجت سنة 1969. ما شاء الله. يعني صار ايش قد صار 46 سنة متزوجين. عمر. أي نعم. عمر 46. آه، كأي زوج ثاني كأي عائلة يعني أوكي. بها صعود ونزول وخلاف ونقاش وكذا، بس بقينا مستمرين. الزلاطات مالتك. الحب إيه. يحاول أن يغطي على كل صراع موجود أحسك إنسان بالعائلة. كلش حبيب يعني. يعني هو إذا أكو حب يغطي على كل مشاكل العائلة، ماكو مشكلة. بالضبط بالضبط. وبعدين من الإنسان يبدي يكبر شوية شوية، بدي أكثر يكون قريب إلى شريك حياته وأكثر يعرفون بعض ومتعودين على بعض أكثر. أنت تزعل همين تراضيها بأبيات شعر أو أغنية أو قصيدة؟ يعني لا ولحد الآن. احنا مقررين هسه كت لو ماشي. بالزعل مالنا، لا بالزعل مالنا انه لازم انت تنسى ورا مده قصيره وترجع طبيعي، لانك كان شيء انه ما تعاتب بي وما تحكي بي الموضوع، انتهى الموضوع. فهذه جزء من اسلوبنا اللي استعملناه دائما. نفس هاي سالفه الكتله وماشي، بس هاي نحكيها بعدين. مو هسه. اريد اسالك ايضا عن الانتقاله الكبيره من عالم العراق، الاجواء العراق وطبيعه الحياه في العراق للاديب وللشاعر. تعرف وكنا نعرف انه الشاعر والاديب اصلا جذوره موجوده في دجله والفرات، في ارض العراق، في تراب العراق. هذه الانتقال هل غيرت شيء ام بالعكس زادت من ثقافه وشاعريه الدكتور نزار الدليمي؟ واحنا لما تركنا العراق تركناه لانه كنت اريد ادرس، انا اكمل دراستي، وكانت عندي بعثه حصلتها للدراسه في الولايات المتحده الامريكيه. وفي الايام الاخيره قبل سفري بقليل شطب اسمي ووضع اسم شخص ثاني، وبقيت اني لا محصل بعثه ولا شيء. فقررت ان يكون هدفي ان اكمل دراستي، وبدينا نهيئ نفسنا نفسيا بعد ان اشتغلت بالكويت ورجعت العراق اشتغلت، وحضرنا نفسنا وساعدتنا الفرص والحظ ايضا ان نحصل على فيزا ونحصل على محل الدراسه بالولايات المتحده الامريكيه. واجينا وتبعونا اهلي بعدين واخوتي، وبدينا يصير لنا جذور هنا. من يصير عندك جذور بعد صعبه ان تبدلها، واهلك يمك بعد صح. يعني نرجع، بس يبقى الحنين دائما في دمك، يبقى الحنين دائما في كل لحظه من لحظات حياتك، تبتدي تتذكر كل شيء. طيب العراق هو مكان اللي ولدنا به بعظام اهلنا. يعني اصل سؤالي، هل البعد عن العراق هو اللي ولد نزار الدليمي؟ اعتقد انه جذورك موجوده هناك، ومن تصعد باعلى عماره تبدي تشوف جذورك ممتده الى الارض وتمتد عبر المحيط الى العراق، وتقدر تشوف جذورك انه ممتده من هنا الى هناك. ولدت في بغداد، واهلي من جنوب العراق من العماره. منطقه بغداد؟ ببغداد. وين بغداد؟ في العواضيه. العواضيه. اول مره اسمع بها.
العواضيه من مناطق قديمه جدا هسه ما مناطق موجودة. بغداد اللي قريبه من مدينه الطب، مم. وقريبه من، كان هي تقريبا مركز رئيسي لبغداد، لان الميدان كان هو منطقه يعني المركز رصافة. الرئيسي لبغداد، مدرسة. وكنا قريبين ايضا من هناك، وكنا واصل الاهل من العماره. اهلي من العماره، العماره. وكنا نتنقل بيت اهل امي كانوا في العواضيه، واهل ابويا كانوا يتنقلون في مناطق بغداد القديمه، وتعودنا عليها وعشنا بها، وسكننا في محلات تحت التكيه ومحلات تكية، نعم. القديمه والفضل. وبعدين بالخمسينات انتقلنا الى الكرادة الشرقيه، نعم. وبعدين سكننا بالمأمون. والدي حصل على بيت في مدينه المأمون، وعندما تزوجت سكنت بالمنصور، وبعد المنصور الى الولايات المتحده الامريكيه. انتقاله تاكسي. دكتور نزار، لحد الان تشوف بغداد بذيك العين اللي طلعت منها؟ لو تتابع الاحداث وتشوف الخراب بيا عين انت تشوفها بعين من هسه زاويتين التلفزيون؟ مختلفتين. تشوفها هسه بعين التلفزيون لو بالعين اللي انت من طلعت؟ مصور. لا، اذا انظر لها هسه اقول لا نار ولا جمره توجر النار، ولا صوره بقت لهوايه تذكار، ضاعت كل امانينا، بس احلام ماضينا بقت بالدار. ومرات اقول لا، قصيده مصطفى جمال الدين، الدكتور مصطفى جمال الدين رائع، من روائع القصائد اللي قيلت عن بغداد هو والجواهري يا دجلة الخير. الدكتور مصطفى جمال الدين انا دائما اردد قصيدته اللي يقول بيها: بغداد ما اشتبكت عليك الاعصر الا ذوت ووريق عمرك اخضر، مرت بك الدنيا وصبحك مشمس ودجت عليك ووجه ليلك مقمر، وقست عليك الحادثات فراعها إن احتمالك من أذاها أكبر، حتى إذا جنت صياط عذابها راحت مواكبها الكريمة تسخر، وكأن عيدك بعد 1000 محولة عيد افتتاحك وهو غصن مثمر. الله. مصطفى جمال الدين. وطبعا أنا دائما وأنا مع نفسي أردد قصائد الجواهري في بغداد وقصائد الآخرين، وبغداد هي تبقى في قلوبنا وأفكارنا تتمنى وعقولنا تزور بغداد دائما. دكتور؟ تتمنى تزور بغداد؟ يا ريت أزور بغداد، بس أتمنى أن تهدى بعض الشيء حتى أقدر أزور المكانات اللي أريد تتمنى أزورها. تزورها وتشوفها بذيك العين اللي طلعت منها. هنالك قصة أنا مريت بها حول زيارتي إلى بغداد. في يوم من الأيام كنا نريد نسافر إلى الصين لعقد صفقة تجارية عندما كنت أعيش في نيويورك. وكان معنا شخص من أصل صيني بنيويورك يسافر معنا للصين لتوقيع الصفقة التجارية، وكان معنا مترجمين 2، وزوجتي طلبت أن تجي وياي بالسفرة، وذهبنا جميعا. صديقنا اللي كان من مدينة نيويورك كان يعني جدا يريد يزور الصين بدون أن ينظر إلى الفلوس أو التوقيع العقد أو المشروع. انه يعني هو حابب احنا يزور لا، احنا معنا. متحفزين ان نوقع عقد وقضيه تجاريه. وبدينا نسافر من نيويورك الى سان فرانسيسكو، الى هاواي، الى طوكيو، الى الصين. وطول الطريق هو يريد يوصل هناك، يريد يشوف فد شيء. شو تريد تشوف؟ قال اريد اشوف بيت ابويا. ابويا كان تاجر حرير، وكان هنالك بوابه بالبيت، ومدخل البوابه نافوره كبيره، وحول النافوره دائره مبلطه، وانا ببايسكل 3 شروخ صغار، 3 ويلات صغار عجلات، وانا الف حواليها وانا صغير، والعائله تزورنا، وبيت لطيف، واريد اشوف بيت ابويا. لما وصلنا ونزلنا الفندق وتحضرنا، اجي وياك؟ قال لي لا، هذا اشوفه مره واحده وحدي، وبعدين انا اخذك اراويك اياه. فشي لازم اني استمتع بحريتي الشخصيه في ان ارى بيت ابويا. وانتظرنا ورجع بعد فتره قصيره، قلت له شفته؟ قال لي لا. قلت له هاي السفره كلها منك لهنا لهنا وبعدين ما شفت بيت ابوك؟ قال لي في الطريق الى بيت ابويا لقيت شخص رجل كبير بالسن، سالته تعرف بيت فلان؟ قال نعم اعرف بيت فلان، وكان تاجر حرير وموجود، واولاده طلعوا هاجروا لمكانات ثانيه. قلت له اني ابنهم. قال لي شو اسوي جاي؟ قلت له اشوف بيت ابويا. قال لي ابني، بيت ابوك تحول الى دائره حكوميه وكل من محتاج شباك ياخذ من عنده. البوابه مخلوعه، السقف مفلش، الحديقه تحولت الى تراب،
مو اللي تركته يعني. انت تريد تشوف البيت ما